طب دكتور نوردين، سؤال برضه قبل ما ندخل في الخناقه كده، يعني ده بنسخن بس. تمام. بنسخن بس. هسألك سؤال صعباني شويه. معاك يا دكتور. طبعا انتوا بتعملوا نظام غذائي جامد جدا، ان واحد يدخل عليكم بص انت ما تاكلش كذا وكذا وكذا وكذا، وتاكل بقى كذا وكذا وكذا وكميات، وخلي بالك ما تاكلش معلقه رز مش عارف في اليوم كله معلقه سكر. طيب انت وانت بتنصحي الناس كده، هل انت ممكن تنصحيهم بحاجه وما تعمليهاش؟ ما تطبقهاش على نفسك؟ سؤال محرج جدا جدا أنا بزنق من الأول. ليه كده احنا بزنق من جايين الأول. متحمسين بص حضرتك، هو احنا مش آلات، ما احنا نحن بشر بنضعف المغريات كتير، المحلات اشكال والوان كتير. طب ايه اكتر حاجه بقى يعني؟ يمكن اكتر حاجه ما بقدرش اطبقها هي شرب الميه الكتير. لما اقول للعيان اشرب ميه، شرب الميه ده من الحاجات التقيله جدا 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 عليا، ان انا احاول اشرب ميه دي اولا بتقلب معدتي وتخليني في على طول النهار في زي ميل للقيء، وما اقدرش اشرب اكتر من بق صغير. دي بقى اللي بحاول اتحايل عليها، رغم ان هي بتفرق جدا لما الواحد بينتظم عليها عن ان الواحد بيهمل. يعني الميه مفيده جدا في التغذيه، وبتفرق في البشره وفي التكستشر بتاع الجلد والحاجات دي. اصل احنا بنسمع ناس دلوقتي بتتكلم بتقول ان الميه دي يا جماعه سم مميت، وناس دكاتره سم مميت. يعني احنا للاسف لا طبعا الميه مفيده جدا.